ما شاء الله المكان يجنن، والله تشرفت. الله شرفتينا يسعدك. وسعدتينا بزيارتك. الله يا مرحبا، يسعدك. تفضل. امين. لازم بس ان شاء الله بس تعوضونا. والله وعد المرة الجاية أمين هم وعدني. ان شاء الله. قال لي إن شاء المرة الله. الجاية أنا والعيال بعد وأمين. ان شاء الله. الله يخليك. شكرا لك يا أخوي، ما قصرت. الله يحييك. احنا شكراً سعيدين والله، ان أحرجتوني اعطيتينا من بذوقكم. وقتك الضيق. هل الحصان امين اللورد؟ حسان أمين. تعال يا شوف هذا حصان امين. بنبدا أي واحد بمستر هذا؟ امين. هذه مهرتك يقين. الله، صغيرونة يا حيوان. كلها خيول عربيه اصيله. صغيرة ما شاء الله. تستاهلين. هذه من اخوك عكروشان. ما قصرت والله. شكرا لك، الله احرجتني. يعني اقول لك شيء، يعني انا احب الخيول واحب كل الحيوانات، بس اكثر شيء حبيت القطوط. الله يحييك. شفتوا الاسطبل هذا؟ شنو اسمه؟ اسمه نادي انطلاقة مشرف. تدرون منو مشرف؟ الفارس مشرف. اسمه يلا مشرف حيا. ومسمين الاسطبل على يلا اسمه. حيهم، شرفتونا الله ونورتونا يخليك. وابرك الساعات تسلم. جيتكم وارحبوا في نجران الله يخليك، تسلم. وتستاهلين الخير. تستاهل الطيب طبعا. الله فارس هو بطل قفز الحواجز ما شاء الله. وعنده بيتعرف على الاكل النجراني. الاكل النجراني والاكل السعودي بشكل عام. يلا عرفنا على الاطباق. عندك اول شيء المرقوق هذا معروف. مرقوق ايه، هم عندنا احنا مرقوق. هذا اللي ما عرفتي. سامي هذا قربي. هذا اللي ما تعرفين. لا الركش. مرقوق نعرفه. هذا المرقوق، هذا المرقوق. الركش النجراني. الله وهذا هذا مكرونه بالبشاميل. اوكي. اوكي. عندك الجريش. اوكي. عندك اليوم لاحظتك صورتي وقلتي بطلب مندي. ايه بس ما طلبتي. يا جهزت لك المندي. يلا، جهزت يعطيك لك المندي. العافية. الله يعافيك ان شاء الله. يلا انا الحين راح اقول لكم على الاكل النجراني، طبعا من عبق التراث. شكرا وما قصرتوا، وكثر الله والله خيركم. يحييك. والله يحييك. حبيت أنا كل أهلك شيء وناسك. والله، حتى يعني تنسيق الاكل وايد حلو. الله يحييك إن شاء المرقوق طبعا عندنا احنا نعرف المرقوق، مكرونه بالبشاميل. نسيته. الله. الركش النجراني. الركش النجراني. ها. يا حبايبي اهل نجران مشكورين وايد، ما قصرتوا جد من اول ما من المطار لين الحين وانا بهالدقيقه ما قصرتوا معاي بولا شيء. يا حالات استقبالكم، كلامكم، حبكم، كل شيء. ان شاء الله اكيد الزياره راح اكررها مره ومرتين وثلاث. احبكم وايد. والحين عاد نكمل رحلتنا من نجران للرياض وبعدها حايل. اشوفكم ان شاء الله يا أهل حايل باكر في معرض الأطرق. أحلى صباح من الرياض، تونا واصلين ناخذ ريوق فطور يعني، وبنروح نريح شوي في البيت، وبعدين إن شاء الله ننطلق إلى حايل. وايد سألتوني على الميك اب، طبعا الحين اخترب لأن نمت بالطيارة، نمت خوش نومة فشوية اخترب. الميك اب كله انا سويته حبايبي كالعادة. انا كذي في يعني وقت المناسبات اغلب الاحيان انا احط الميك اب مالي، فكله الميك اب انا سويته. ان شاء الله لما ارجع الكويت عقب باكر راح اسوي عليه توتوريال، اذا صدق يعني حبيته تبون توتوريال راح اسوي عليه توتوريال. وبعد سألتوني على الطقم اللي انا لابسته. الطقم هذا صورت لكم اياه قبل يومين من أمنية ستور اللي قلت لكم بديل الألماس. فالطقم وايد حلو عجيب، على الخاتم مع بعد السوارة لابستها والميك اب. أنا على فكرة في أشياء أنا حطتها بتنزل قريب، موجودة هني. موجودة. وين ساندي؟ هنا تعالي عطور روخو يا جماعة، حارقين الدنيا عندي حرق. شو السالفة؟ هذا أنا موجودة، وأكيد لبى قلبكم أنا موجودة حاليا عندهم. وين الأخ مشاري العتيبي؟ أوكي
عطني عروضكم والبست سيلر عندكم. يعني انتم ما تدرس. براند روخو. صحيح. والله بريف كامل الناس اعطوني وتوصية خاصة. الزيوت المستخدمة اسبانية، فهذا اللي يميزهم. وطبعا معروفين بالثبات 48 ساعة. جربي هذا هذا. العطر وايد عجبني هذا من المرشات. اللي اسمه ماتادورس. اوه شمي سايلتش. هذا وايد حلو. هذا شنو رشوش؟ لا هذا شنو؟ مرش. اشوفه وايد حلوة ريحته يا جماعة. اسمه جراندا. غرناطة. معليش. ها؟ غرناطة. جراندا غرناطة. والله؟ ايوه. اسبانيا. ما للحين ما صار ثقافتي اسبانية. غرناطة رشوش غرناطة. لازم تجربونه. لا لازم تاخذونه. شنو عروضكم؟ المرشات الباكج مرشات 3 ب 225. 3 مرشات الباكج من اختيارهم صحيح. ب 225. والعرض العطور الأساسية 4 عطور ب 494 ريال. العطور المركزة. شكرا لك. عفوا الله يسعدك.